دخلت السينما من نافذة الرأس، واحدة من جميلات السينما، الفنانة نيللي مظلوم الشهيرة باسم لاتانيا، وده كان دورها في فيلم ابن حميدو. قدمت حوالي 20 فيلم، لكن أعمالها برغم من قلة عددها تركت بصمة في ذاكرة المشاهد. اسمها الحقيقي كاترين مظلوم، من مواليد 9 يونيو 1925 بمحافظة الإسكندرية. نشأت وسط أسرة شديدة الثراء، كان والدها إيطالي بيشتغل في تجارة وصناعة المجوهرات، وأمها يونانية كانت بتعشق الفن وبتجيد العزف على البيانو. ونيللي مظلوم في طفولتها أصيبت بمرض شلل الأطفال، ولجأت أسرتها لطبيب يوناني مشهور علشان يعالجها، ونجح الطبيب وتعافت الطفلة من المرض. ومن حسن حظها إن زوجة الطبيب كانت بتشتغل راقصة باليه، وحبتها وتبنتها فنيا وهي لسه عندها 5 سنين. ونيللي مظلوم حبت فن الباليه، ولما وصلت لسن 10 سنين اتألقت بشكل واضح، والنقاد أطلقوا عليها وقتها الطفلة المعجزة، خصوصا بعد ما قدمت عرض مبهر قدام الملك فاروق. ومع الوقت أصبحت نيللي مظلوم راقصة الباليه الأولى في مصر، وبلغت شهرتها مداها لما استعان بها أليكسي جوكوف أستاذ الباليه في فرقة البلشوي الروسية لتأسيس أول مدرسة حكومية في مصر لتعليم الباليه. ونيللي مظلوم أتقنت 4 لغات، الفرنسية والإنجليزية والعربية واليونانية، وده خلاها تقدم عروض فنية في كل دول العالم. واشتغلت في السينما، وفي سنة 1939 شاركت في فيلم بعنوان اللاجئة، وظهرت كراقصة فقط. وتكرر الأمر في فيلم مصري بعنوان بين نارين، ولما شافها المخرج حسين حلمي سنة 1946 أقنعها بالجمع بين الرقص والتمثيل. وبالفعل شاركت في حوالي 20 فيلم، من أبرزها صاحب بالين، شهر العسل، فاطمة وماريكا وراشيل، إسماعيل ياسين في حديقة الحيوان، النمرود، ما كانش على البال، صاحبة الملاليم، وغيرها من الأفلام. ونجحت في التمثيل والرقص الإيقاعي، وهددت شهرة تحية كاريوكا لأنها تفوقت عليها في الأجر، وكان الطلب عليها أكتر من شركات الإنتاج في فترة الستينات. وسنة 1961 قدمت نيللي آخر أعمالها على شاشة السينما، وهو فيلم التلميذة. وبعد كده قررت إنها تتفرغ للمدرسة الخاصة بيها بتعليم فن الباليه، لكن لسوء حظها تم تأميم مشروعها وحست بإحباط شديد، وهاجرت برا مصر وسافرت لليونان سنة 1964، وده بعد ما اتدهورت ظروفها المالية. وفي اليونان أسست معهد لتعليم الباليه، وبعد مجهود كبير حققت نجاح كبير وتحسنت ظروفها المادية. ونيللي مظلوم اتجوزت 6 مرات، وكانت أشهر جوازة ليها من ولد المطرب المشهور ديميس روسوس، وأثمر الجواز ده عن إنجاب إيمانويل وماريانا. واتشهرت نيللي بشخصية لاتانيا اللي قدمتها في فيلم ابن حميدو مع الفنان إسماعيل ياسين وأحمد رمزي. وتوفت الفنانة نيللي مظلوم في 21 فبراير سنة 2003 بسبب أزمة قلبية، وكان عندها وقتها 73 سنة.